أنا البلياتشو، وأنا مدون فيديو مشهور على الإنترنت. أنا بحب أعمل تحديات ومقالب وحاجات مجنونة زي كده. أنا جاي أقول لكم حاجة مختلفة. أنا جاي أعترف بحاجة فظيعة عملتها واللي ممكن تخليني أموت أو أتحبس على طول. بس قبل ما أقول لكم لازم تعرفوا القصة كلها من الأول، وأنا بجد مش بكذب، دي حقيقة والله. أهلاً ومرحباً بكم في قناتكم رعب المتوحش. قصة النهاردة اعترافات بلياتشو هي من سلسلة اعترافات مبنية على أحداث حقيقية وحدثت بالفعل. لا تنسوا الإعجاب بالقصة والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. القصة بدأت من شهر تقريباً لما كنت بدور على فكرة جديدة الفيديو. أنا كنت عايز أعمل حاجة تخلي الناس تتحمس وتشوفني وتزود متابعيني ولايكاتي. ففكرت في حاجة مجنونة جداً، حاجة محدش عملها قبل كده. أنا قررت إن أروح أسرق مقبرة. أيوة، أنا قلت أسرق مقبرة، يعني أدخل لمقبرة في الليل وأفتح حجرة واحدة من الأموات وأشيل الجثة بتاعته وأصور كل ده على الكاميرا، وبعدين أرجع الجثة تاني في مكانها وأمشي زي ما جيت. وأنا كنت متأكد إن ده هيبقى فيديو تاريخي وهيخليني أشهر واحد في العالم. بس كان في مشكلة واحدة، أنا مش عارف أروح لمين من المقابر. يعني أنا مش عايز أروح لحد من أهلي أو أصحابي أو جيراني عشان ده حرام ومش حلو، وكمان مش عايز أروح لحد مشهور أو غني أو قوي عشان ده خطر وممكن يجيب لي مشاكل. فقلت أبحث على الإنترنت عن مقابر غريبة أو نادرة أو قديمة، يمكن ألاقي حاجة تنفعني. ودورت لغاية ما لقيت موقع واحد بيقول عن مقبرة سرية في صحراء مصر، مقبرة الفراعنة المفقودة. الموقع بيقول إن في مجموعة من علماء الآثار اكتشفوا المقبرة دي من سنين، ولقوا فيها ملك فرعوني اسمه توت عنخ بليتشو، وكان معاه كنز عظيم وأسرار كتيرة. بس المشكلة إن الملك ده كان ملعون، وكان فيه لعنة على المقبرة بتاعته، واللي يدخلها هيموت أو هيصابه حاجة وحشة. وعشان كده علماء الآثار خافوا من المقبرة وسابوها زي ما هي ومحدش عارف عنها حاجة. لما جريت الكلام ده انبسطت جدا، قلت دي فرصة عظيمة، دي مقبرة مش معروفة ومش مهمة لحد، وفيها حاجات تخلي الناس تتفرج على الفيديو بتاعي. فقررت إن أروح للمقبرة دي وأعمل التحدي بتاعي. وكان الموقع بيقول إن المقبرة دي في مكان بعيد في الصحراء وبيدي الإحداثيات بتاعتها. فأنا حفظت الإحداثيات دي وخططت لرحلتي. أنا اتصلت بصاحبي كريم وقلت له عن الفكرة. هو كان متحمس زيي وقال لي يا ريت يجي معايا. فأنا وافقت وقلت له نتقابل في الليل عند محطة البنزين اللي على طريق الواحات. وأنا جهزت حاجاتي، الكاميرا والبطاريات والمصابيح والمعاول والحفارات والكمامات والقفازات والحاجات اللي ممكن أحتاجها. وبعدين ركبت عربيتي ومشيت للمحطة. لما وصلت المحطة لقيت كريم مستنيني. هو كان مبسوط ومتحمس. إحنا سلمنا على بعض وحطيت حاجاته في العربية، وبعدين اتفقنا نمشي. وأنا خدت الطريق اللي بيودي للصحراء وبدأت أتبع الإحداثيات اللي حفظتها. وإحنا بنمشي بنتكلم عن الفيديو وعن المقبرة وعن اللعنة اللي فيها، وإحنا مش مصدقين إن إحنا هنعمل حاجة زي دي وهنبقى أساطير في التاريخ. بعد ساعتين من السير في الصحراء وصلنا للمكان اللي بيقول عليه الموقع. كان فيه تلة صغيرة في وسط الرمال، وكان فيه فتحة في جنبها. ده كان مدخل المقبرة. إحنا نزلنا من العربية وشغلنا المصابيح وحملنا الحاجات اللي جبناها، وبعدين دخلنا للفتحة. لما دخلنا لقينا نفسنا في نفق ضيق ومظلم، وكان فيه رسومات وكتابات على الحيطان. كانت رسومات فراعنة وآلهة وحيوانات ونجوم وحاجات زي كده، وكانت الكتابات بلغة مش فاهمينها بس شكلها هيروغليفية. وإحنا بنمشي في النفق بنصور كل حاجة على الكاميرا وبنعلق عليها بصوت عالي، وبنضحك وبنهزر وبنتخيل إن إحنا مغامرين أو باحثين عن كنوز.
بعد شوية من المشي وصلنا لآخر النفق ولقينا باب كبير مغلق. الباب كان مصنوع من الحجر وكان فيه نقوش وزخارف، وكان فيه كلمة كبيرة مكتوبة فوقه بس مش عارفين تعني إيه. فقلنا يمكن ده اسم الملك اللي مدفون هنا، توت عنخ بليتشو، وقلنا ده يبقى الباب بتاع المقبرة نفسها، ووراه هيبقى الجثة والكنز والأسرار. فاحنا فرحنا جدا وقلنا ده الوقت اللي كنا بنستناه. أنا قلت لكريم يساعدني نفتح الباب. إحنا حطينا المعاول في الفراغات اللي في الباب وبدأنا ندفع بقوة. الباب كان ثقيل جدا بس إحنا كنا أقوى، وبعد مجهود كبير فتحنا الباب شوية وكان كفاية ندخل من تحته. فإحنا سبنا المعاول وزحفنا من تحت الباب ودخلنا للمقبرة. لما دخلنا كانت المقبرة واسعة ومربعة، وكان فيها 4 أعمدة كبيرة في الزوايا، وكان فيها تماثيل ومجسمات وأواني ومجوهرات وحاجات تانية كتيرة، وكان فيها رائحة غريبة زي رائحة العطور والبخور والتراب، وكان فيها ضوء خافت بينور من شموع صغيرة موجودة في كل مكان. وفي وسط المقبرة كان فيه تابوت ضخم مغطى بقماش أحمر. ده كان التابوت بتاع الملك توت عنخ بليتشو. احنا بصينا على التابوت واندهشنا، قلنا ده هو الهدف بتاعنا، ده اللي جينا عشانه. فاحنا ركضنا للتابوت ووقفنا قدامه، وأنا قلت لكريم يصورني وأنا بفتحه، وهو وافق ومسك الكاميرا ووجهها عليا. وأنا مسكت القماش الأحمر وشديته بقوة، ولما شلته شفت التابوت من تحته. التابوت كان مصنوع من الذهب وكان فيه نقوش وزخارف، وكان فيه صورة للملك توت عنخ بليتشو وهو بيحمل عصا ومجسم للصقر، وكان فيه كلمات مكتوبة على التابوت بس مش عارفين تعني إيه. فقلنا يمكن ده اسم الملك أو لقبه أو شعاره. أنا بصيت على التابوت وانبهرت، قلت ده كنز عظيم، ده ثروة لا تقدر بثمن. فاحنا فرحنا جدا وقلنا ده هيبقى فيديو رهيب وهيخلينا أغنياء ومشهورين. وأنا قلت لكريم يصورني وأنا بفتح التابوت، وهو وافق ومسك الكاميرا ووجهها عليا، وأنا مسكت الغطاء بتاع التابوت وبدأت أحاول أرفعه. بس الغطاء كان مغلق بإحكام ومش راضي يتحرك. فأنا زودت جهدي وبدأت أشد وأدفع بكل قوتي، وبعد مجهود كبير رفعت الغطاء شوية وكان كفاية أشوف اللي جواه. ولما شفته انصدمت. جوه التابوت كان فيه جثة، بس مش جثة عادية، جثة مرعبة. كانت جثة رجل بس كان فيه حاجات غريبة. كان وشه مش موجود، بداله كان فيه رأس صقر، وكان جسمه مليان جروح وندوب ودماء، وكان فيه حاجات زي الأسلاك والمسامير والأجهزة متصلة بيه، وكان فيه رائحة كريهة زي رائحة اللحم المحترق والمتعفن، وكان فيه صوت غريب زي صوت النبض أو الكهرباء. أنا بصيت على الجثة وخفت، قلت ده مش ملك فرعوني، ده شيطان أو وحش أو حاجة تانية. فاحنا صرخنا من الرعب ورمينا الغطاء ورجعنا لورا. وبعدين سمعنا صوت تاني، صوت عالي ومخيف. كان صوت الجثة بتقول حاجة بلغة مش فاهمينها، بس شكلها كانت تهديد أو نداء، وكان صوتها مزيج من صوت الإنسان وصوت الحيوان. وبعد ما قالت الجثة الكلام ده حصل حاجة ما هننساها في حياتنا. الجثة حركت يدها ومدتها ناحيتنا، ولما عملت كده انفجرت المقبرة. كل حاجة فيها اتحطمت واتشتت، الأعمدة والتماثيل والمجسمات والأواني والمجوهرات والحاجات التانية كلها اتكسرت واتنثرت، والشموع اتطفت والضوء اختفى، والرسومات والكتابات على الحيطان اتمسحت، والباب اللي فتحناه اتقفل، والنفق اللي جينا منه اتسد، والرمال اللي فوقنا اتهبطت، والمقبرة كلها اتدفنت واحنا معاها. هذه هي نهاية القصة
أتمنى أن تكون قد أعجبتكم وأن تكون قد استمتعتوا بها. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.